وشو بدي احكي لكم؟ لاحكي لكم على وصفة دبس الفليفلة اللي إلي سنين معتمديتها، بدون مواد حافظة، بدون الوان صناعية، بدون فرن، بدون شمس. رح نعمل اكبر كمية تكفيك السنة كلها خلال ساعة. معلومات جدا مهمة، وكيف تحافظي عليه وكيف تحفظيه بالطريقة الصح وكيف يضل معك لمدة سنة. هذا الشيء اللي رح نتعرف عليه خلال فيديو اليوم. فكالعادة احبائي خلينا ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتو. اتمنى فضلا ليس امرا لو شايفين انه هذا الفيديو بيستحق لايك، اضغطوا لايك هلا وانتم عم تحضروا بالفيديو، بكون كتير ممنونة لكم. خذوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم حتى ترجعوا له وتراجعوا فيه معلوماتكم وقت تحتاجوه. ونقول بسم الله ونبدأ. عندي هون 4 كيلو من الفلفلة الحمراء. طبعا بالسوق موجود أكتر من نوع وأكتر من شكل، اختاري النوع اللي بتحبوه بتفضلوه. كل شيء رح أعمله أني أنا رح أعقم الفلفلة، فرح أضيفها بالحوض وبفتح عليها المي وبغمرها تماما بالمي، وبضيف لها معلقتين كبار من الملح ومعلقتين كبار ل3 أو أكتر من الخل الأبيض. بنقعها شي 10 دقايق، بعد هيك بشطفها كتير 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 منيح. إنه المحتوى اللي عم بنقدمه أمانة، فمهم جدا دائما وأبدا أي خضرة مزروعة بالأرض تحديدا اللي بقصد فيها الترابية لازم تعقموها بالخل والملح. بعد ما غسلتها كتير منيح بتركها لتنشف معانا، وما بيتوقف الموضوع على هون. بمسك كل حبة وبنشفها تماما. هلا لو بدكم تفردوها وتتركوها تنشف عادي بصير، ولكن انا للاستعجال. والمقصود احبائي من تنشيفها لانه وصفه الفلفل ما بيدخل فيها ولا نقطه مي لحتى ما تفسد لكم التخزين. تمام. بعد ما نشفتها كتير منيح ببدا اني انظفها تماما، بقطعها وبتخلص من كليات الجزء الابيض وبتخلص تماما من البذور. هلا ايام بنروح نشتريها من السوق بيكون منظرها ابدا مو حلو، غير انه ضايفين فيها الوان صناعيه وبيكون فيها بذور، فمنظرها ابدا ابدا مو لطيف. بخلص كليات الكميه، بتخلص من كليات الجزء الابيض ومن كليات البذور وبقطعها تقطيع عشوائي. وانتبهي كتير منيح، متى ما فتحت الحبه لازم تكون معاكي من جوا نظيفه 100%. لو لقيتي فيها جزء اسود او مثلا مضروبه تخلصي منها تماما، شيلي لهذا الجزء. تمام. انا الحمد لله الله حظظني فيهم ما في ولا جزء، بس حاولت اني افرجيكم كيف انا بتخلص منهم. خلصت وقطعت كليات الكميه، وهلا بمحضره الطعام رح اضيف كميه منيحه من الفليفله. تمام. وممكن تستخدموا ماكينه اللحمه كمان بصير. بفرمها وانا ما بخليها معي ناعمه جدا 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 مثل مثلا دبس البندوره او رب البندوره، ابدا. انا بخليها خشنه شوي. وانا بفرم فيها بفتح الخلاط، بنزل كليات الاطراف لتحت لحتى اتاكد انه ما عندي اي قطع كبيره. تمام. وبكمل فرمها عادي جدا. هلا بصير نستخدم خلاط الشاف؟ للاسف لا، لانه ما رح يخلط معك بشكل صحيح. اما محضره الطعام او ماكينه اللحمه كيف ما قلت لكم. خلطتها وشوفوا انا بخليها معي خشنه شوي، ما بخليها كتير ناعمه ولا كتير كتير خشنه. بخلص كليات الكميه بنفس الطريقه، وبرفع طنجرتي على النار على حراره متوسطه، وبضلني رايحه جاي اقلب فيها لتنشف معي المي تماما. بس بضلني اقلب فيها كل شوي لحتى ما تلزق معي من تحت وتنحرق معاكم، وبالتالي طعمها بيكون ابدا ابدا مو لطيف. واحبائي لو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفه بتمنى تكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك. كمان تخبروني من اي بلد بتتابعوني، كثير بحب شوف تعليقاتكم الحلوه واتعرف عليكم من اي بلد. بعد مرور 45 دقيقه رفعتها عن النار. تمام. وشوفوا انا ما بنشفها على الاخر، بخلي فيها قطرات من المي بتطلع معي كثير اطيب. تمام. وكيف ما قلت لكم ضلوا بس رايحين جايين قلبوا فيها. هي سخنه بتغلي، اول ما بتطفي الغاز بتضيفي معلقتين من الملح الصخري الخالي من اليود ونص كوب من الخل الابيض. هذا بالنسبه لمقدار 4 كيلو، مش اقل من هيك ولا اكتر من هيك. حبيتي تزودي الكميه او تقلليها المقدار صار عندك. بتركهم ليبردوا تماما بدرجة حرارة الغرفة، ومباشرة رح أحطهم بالمطربنات بعد ما أكون عقمتهم. أنا نظفتهم كتير منيح، بحطهم بالميكروويف لمدة دقيقة بتعقم معي المطربان كتير منيح، أو ممكن تحطوهم بالشمس لينشفوا معاكي تماما. بعد هيك بحط بكل مطربان معلقة من الخل، بمسحه بمنديل المطبخ بنشفه كتير منيح، وهيك المطربانات بتكون تعقمت عندك تماما. هذا بالنسبة لأي مخلل انتو بدكم تعملوه. رح أنزل كليات الكمية، ولكن أنا ما بغطيه للباب أبدا، بخليه بعيد عن الباب بشوي. ولحتى تحفظيه من السنة للسنة ويضل معك برا الثلاجة أو جوا الثلاجة بنفس الجودة، لازم المطربان يكون مغمور بالزيت. تمام. كل ما بتاخدي منه حاجتك بمعلقة ناشفة تماما، لقيتيه ناقص عن وشه الزيت، لا بترجعي بتحطي له معلقة من الزيت النباتي. حصرا ما تستخدموش الزيت الزيتون، بغير لكم طعمه. صحة وعافية مقدما، وباي باي.